اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن خامات وادوات المكرمية. يلا نقول بسم الله ونبدأ سوا. اللهم انصر اهلنا في غزة نصرا عزيزا مقتدرا يتعجب له اهل السماء واهل الارض، هم واخواتنا في السودان والعراق ولبنان، اللهم امين. هنتكلم عن اول حاجة وهي اساس المكرمية، ويمكن دي افضل حاجة او من احسن حاجة اللي انت ممكن تبدأي بيها، وهو خيط المجدول. ده شكل الخيط المجدول، بيجي كده وفي كمان منه بكر. ده ممكن نبدأ بيه لو انت مبتدئة ان شاء الله، تجيبيه وتعملي منه حاجات كتير. يعني بتعمل منه مفارش مكرمية، كوشن، ستاير، بيتعمل منه حاجات كتير جدا. في منه الوان بتنزل بردك على شكل شلات، وفي منه بينزل بردك على شكل بكر. حابة بقى تعملي فانوس، حابة تعملي كوشن بلون مختلف، انتي وذوقك. تاني حاجة ممكن نجيبها وبرضك نتعلم منها او نعمل منها حاجات جميلة، والخيط ده انا بحبه قوي، هو الخيط المحلول. بس لو انتي مبتدئة خليكي في المجدول الاول علشان هو بيبقى اسهل. ده محلول ليه؟ علشان هما مش مجدولين على بعض، الخيوط كلها مفكوكة زي ما شايفة معايا كده، بصي. فهو اسمه محلول. ده حلو قوي في ورق الشجر، ان احنا نعمل منه الريش او ورق الشجر او الشراشيب، فده بيبقى جميل معانا. معانا كمان خيط الكردون، وده اسمه كردون فاضي. هو عرفك ازاي تعرفي الكردون الفاضي من الكردون الحشو، عشان في معانا كردون فاضي وكردون حشو. ده الكردون الحشو بيبقى شبه الحبل، وشايفين تحسوا الفتلة ذات نفسها متضفرة. اما الفاضي فهو اخرامه ومسامه ضيقة، ده تحسيه حبال متضفرة كده، وحتى بيبقى فيه من تحت فتله كتيرة غير الكردون الفاضي. شايفين شكلهم؟ لحظة واحدة، بصوا الفرق. بس دي طالع منها فتل كتيرة ازاي، شايفين دي غلبانة ودي طيبة وتحسوها مبططة معانا ازاي. ده كمان يمكن ده اجمق شوية يوضح معاكم. هو ده برضك خيط كردون حشو، شايفين شكله بيبقى عامل ازاي، تبقى سميكة معايا، الحبل سميك مش متبطط. الكردون الفاضي انا لو ضغطت عليه تحسيه مبطط معايا. كنت عايزة اقول لكم بس ان خيط الكردون دوت هيبقى حلو معاكم في الجداريات جدا. لو هتعملي كوشن ملهاش شراشيب هيبقى حلو، لو هتعملي منه فوانيس هيبقى جميل جدا، لو هتعملي منه الفرع اللي نازل ترند ورق الشجر هيبقى تحفة برضو. خلاص كده يبقى احنا عرفنا خيط الكردون ده هنعمل بيه ايه. طبعا ان شاء الله مع الوقت احنا هنعمل حاجات كتير مع بعض باذن الله، وهنعرف وقتها الخيوط مكانها فين وتتعمل امتى. تمام. في خيط بقى انا بحبه جدا، وبصراحة بحسه مهدور حقه في مجال المكرمية عامة، وهو خيط السلسلة. شايفين مطلع معايا ورق الشجر جميلة ازاي، تحسوها تنطق. بصوا جميلة ازاي. هو ده خيط السلسلة، انا جايباه بكرة كده، يعني هي ملفوفة كده. ده خيط السلسلة. طبعا يا جماعة كل الخيوط اللي انا وريتها لكم ديت في منها من اول ملي ونص لحد 3 ملي وانت طالعة. تمام. كل ده ان شاء الله هنعرفه واحنا بنعمل اي قطعة مع بعض. معانا كمان خيط الكليم، وده خيط اصله من القماش، يعني قماش لكرة خالص، هو لكرة خالص. دوت بردك اصحابنا في فن الكروشيه
بيستخدموه بردك للشنط. واحنا كمان نقدر نستخدمه ونعمل منه شنط، ونقدر نعمل منه كاشات. ان شاء الله هعمل لكم من كل الخيوط ديت حاجات قريب باذن الله عشان تعرفوها اكتر. يبقى ده كده خيط الايه، الكليم. دي معايا مهمة قوي قوي قوي، ودي فرشة انا بسرح بيها الشراشيب اللي بعملها بالخيط المحلول. بتتسرح بالفرشة ديت. ممكن لو انت مبتدئة تستخدمي اي فرشة شعر عندك او اي مشط، ان شاء الله هيسد معاكي، بس هي بتسرح احسن. تمام. ممكن كمان نستخدم مسدس الشمع. اوقات بنحتاج نثبت نهاية خيط فبنحتاج شمع. تمام. وكمان المزورة مهمة جدا 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 في المكرمية. بنقيس بيها وبنعرف بيها الامتار والفتلة هنقصها على كام. كمان المزورة مهمة جدا. المقص كمان مهم قوي قوي يكون معانا مقص، ومقص يكون كويس يعني يتحمل يقص الحبال. في بقى حاجات ممكن نحتاجها حسب القطعة اللي انت هتعمليها، وهو الخرز الخشب. وعلشان نحطه في الحبال بتاعة المكرمية بنستخدم معاه إبرة كروشيه. بندخلها كده وندخل مثلا، وليكن الحبل ده انا عايزة ادخله فيها، فالإبرة بتنفعني ان هي بتمسك معايا الحبل وتدخلي فيه الخرزة بكده السهولة دي كده. تمام. معانا كمان الجذوع، والجذوع دي هتبقى معانا مهمة قوي في الجدريات والستاير. بيجي منها اكتر من شكل، وفي منها لون البني واللون الاصفر الفاتح كده، وفي بقى اللي هو ناعم خالص مش شكل الجذع ده، اللي هو عصاية عادية شبه عصاية المقشة بس بتبقى خشب صافي. طبعا ممكن تجيبي جذع لو عندك شجرة قريبة من بيتك وقادرة ان انت تخلعي منها جذع شجرة، بس بيبقى ليه كده طرق للمعالجة قبل الاستخدام. وبس هي دي كانت حلقتنا النهاردة، بنتكلم فيها عن انواع وخامات المكرمية، وازاي ان شاء الله نقدر نعمل حاجات بسيطة بيهم في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وشير كده للفيديو لكل اصحابكم اللي بيحبوا المكرمية ومهتمين بفن المكرمية. ان شاء الله مع بعض نعمل حاجات كتير بيها تفيدكم في بيتكم وفي حاجتكم الشخصية، زي شنط، زي كاشات للمايو نازلة ترندي جدا. كل حاجة ان شاء الله هنعملها سوا خطوة بخطوة، وان شاء الله تكون بسيطة عليكم. ان شاء الله اكون قدرت افيدكم وتكونوا استفدتم من الفيديو ده. بحبكم جدا في الله.